السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم قناة 7 صنايع. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة كوكيز حلوة جدا بدون زبدة وبدون مضرب كهربائي، يعني مناسبة لأي حد يقدر ان هو يعملها. مقاديرها اقتصادية ومتاخدش وقت ولا مجهود، وطعمه بجد حلو جدا ومناسب قوي لأصحاب المشاريع الأونلاين. لو حابين انتوا تعملوا وصفة تكلفتها تكون قليلة وسعر بيعها يبقى كويس، فالوصفة دي مناسبة جدا ليكم. وإن شاء الله الفترة الجاية هنعمل وصفات كتير بالشكل ده، بس اهم حاجة ادعمونا باللايك، واللايك هو اللي بيخلي الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس، وكمان يخلي القناة بتاعتنا تكبر. فياريت ما تنسوناش في اللايك، وتابعونا دايما، فعلوا زر الجرس واختاروا الكل عشان يوصلكم كل اشعارات فيديوهاتي الجديدة. ويلا نشوف وصفتنا النهاردة هنعملها ازاي. ودي المقادير اللي معايا هنا 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة، ونص كوباية من السكر 120 جرام. والسكر هنا سكر حبيبات، بس ياريت نستخدم سكر ما يكونش حبيباته خشنة عشان يدوب معانا بسهولة. معايا كوباية الا ربع من الزيت 150 جرام، ومعايا كمان 360 جرام من الدقيق المنخول، يعني حوالي 3 كوبايات وربع من الكوباية اللي انا معايرة بيها باقي المقادير. ودي معلقة كبيرة من البيكنج باودر، و2 ظرف من الفانيليا، ومعلقة صغيرة من الكاكاو الباودر. لو حابين ان احنا نعمل جزء منه بالشوكولاتة، لو مش حابين بنستغنى عنها. ومعايا كمان شوكولات شيبس عشان التزيين. في بولة هضيف البيض والفانيليا، وبقلبه كده بالمضرب اليدوي. لو حابين تستخدموا المضرب الكهربائي زي ما تفضلوا، بس هي مش مستاهلة، بالمضرب اليدوي بيبقى حلو جدا. حطيت السكر وهقلبه كده لمدة 5 دقايق لحد ما يدوب معايا، وهضيف بعد كده الزيت واستمر في التقليب لحد ما اتأكد ان السكر داب تماما. هنا جبت بولة صغيرة وهحط فيها معلقتين من الدقيق، هشيلهم على جنب، وهضيف على باقي الدقيق معلقة البيكنج باودر واقلبها كويس معاه. وهضيف كمية الدقيق على باقي الخليط بتاعي، وهقلبهم مع بعض كويس جدا بالاسباتيولا، مش هحتاج حتى العجن خالص. وهنا انا عايزة العجينة تبقى لينة معايا عشان هقسمها في المرحلة دي. هعمل جزء بالشوكولاتة وجزء بالفانيليا زي ما هي، فهنا مش هحط كمية الدقيق كلها، وشلت كمية من الدقيق على جنب عشان اضيفها بعد ما اقسم العجينة. هنا حطيت الشوكولات شيبس وقلبتها كده مع العجينة بتاعتي، وزي ما انتم شايفين العجينة لسه لينة معايا. هبدأ هنا بقى ان انا اقسمها. هاخد جزء منها في بولة تانية، وبعدين هجيب بقى الدقيق بتاعي وابدأ ان انا احط تدريجيا كده واقلب العجينة. هدمجه كده في العجينة واحط شوية بشوية لحد ما العجينة تلم معايا، عشان لو كملت عجن بالدقيق وبعد كده ضفت الكاكاو على جزء منها، هيبقى الجزء اللي بالكاكاو ده ناشف ومش هيبقى ابدا طري وهش كده معايا. هيبقى العجينة هتبقى كتير عليها كمية الدقيق والكاكاو. زي ما انتم شايفين العجينة لينة معايا بس مش بتلزق في الايد. لو مش عارفين تستخدموها ممكن تحطوها شوية في التلاجة تتماسك لو الجو حر، لكن انا هشتغل بيها كده. المهم ان هي تبقى لينة معايا بس مش بتلزق في الايد، اهم حاجة. هنا جبت الجزء التاني من العجينة وضفت عليه معلقة الكاكاو، وهدمجهم كده مع بعض. وبرضو هحط شوية من الدقيق لحد ما تلم برضو معايا وتبقى طرية بس مش بتلزق في الايد. زي ما انتم شايفين اتبقى معايا من الدقيق معلقة صغيرة على قد معلقة الكاكاو اللي انا ضفتها بالظبط. يعني لو هتعملوه بالفانيليا هتحطوا كمية الدقيق كلها مرة واحدة. لو حابين انتوا تدخلوها التلاجة عند المرحلة دي قبل ما تشكلوها لو الجو حر، لو حاسين ان هي متماسكة معاكم ممكن تشكلوها على طول. انا عن نفسي شكلتها على طول، ما كانش فيها مشكلة معايا. وهنا جبت الصاج بتاعي وحطيت عليه ورقة زبدة، وهبدأ ان انا اشكل الكوكيز. هنا بقطعه كده لقطع صغيرة واكوره، وببدأ ان انا اشكله واحطه على الصاج، وبحط كده على الوش شوية من الشوكولات شيبس. ونخلي بالنا ان الكوكيز هنا عليه بيكنج باودر، يعني هينتفخ معايا، ف بشكله على قطع صغيرة وبسيب مسافة بينه وبين الكوكيز اللي جنبه، يعني هسيب مسافات بينهم بالشكل ده كده.
وبرضو نفس الحكاية بالنسبة للشوكولاتة زي ما انتم شايفين بشكلها بالشكل ده. بحط برضو شوية من الشوكليت شيبس على الوش. انا هنا حسيت ان انا محتاجة ادخله التلاجة قبل التسوية، فحطيته في التلاجة شوية لحد ما سخنت الفرن كده لمدة 10 دقايق، وهبدأ ان انا ادخله الفرن بعدها على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص، بياخد من 25 ل 30 دقيقة تقريبا. اول ما احس ان هو كده اخد لون ذهبي خفيف من على الوش، اعرف كده ان هو استوى معايا. هنا كمان الاضاءة مفتحة اللون شوية، ونخلي بالنا لو حسينا انه من تحت اخد لون زيادة ممكن ان احنا نرفعه في رف مرتفع في الفرن ونهدي النار عليه شوية لحد ما سواية يكتمل عشان ميبقاش ني معانا من النص. وبرضو كل ما قطعناه قطع صغيرة كل ما كان تسويته هتبقى افضل. زي ما انتوا شايفين كده قوامه ناشف معايا، يعني اخد قوام الكوكيز المظبوط. كمان وهو سخن بيفضل طري شوية معانا، بس اول ما يبرد هنلاقيه بقى ناشف كده وهش ومفرغ زي ما انتوا شايفين. وده كده شكله من جوه، شكله حلو جدا، وصفة بسيطة وسهلة متاخدش لا وقت ولا مجهود ولا تكلفة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يكون مفيد بالنسبة لكم. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك، ولو لسه مش مشتركين في القناة ياريت تشتركوا. والسلام عليكم ورحمة الله.